بسپانسریا مالا جنه لقامشلو و هیواسور آکرده. اگر پرسین و هبن هندکارن پیوندی یانجی سردانا مالا جنه و هیواسور آکرد بکن. مالا جنه قامشلو تاخا غربی لپشت مزگفتا قاسمو برانبر دبستانا زهرا. تليفون عرضية 426 184. مالا جني لحسكي تل حجر لجورا شيرينغها العمر برانبر دبستانا عدنان المالكي كولانا جراجان. تليفون عرضي 371 115. مالا جني لگركي لگي كولانا شرداريه برانبر دكتور خليل يدرانان لكيلكا سازي و سنديكيا جوتياران. هیواسور آکرد نخوشخانه قامشلو لکیلکا بنگدم. موبایل 09 81 64 58 79. نخوشخانه آگرکیلگی موبایل 09 35 98 51 221. مساء الخير مستمعينا متابعي إذاعة بوير اف ام. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة برعاية الهلال أحمر الكردي ودار المرأة في قامشلو. في حالات العنف المنزلي حيث يعتدي الزوج على الزوجة، فإن الأولاد غالبا ما يشهدون هذه الحالات فيرون الضرب والاعتداء الجسدي ويسمعون التهديدات، كما يلاحظون آثار ما بعد الاعتداء كالجروح والإصابات والأعراض المدمرة. يمكن أن يعاني الأطفال الذين يشهدون العنف المنزلي من قدر كبير من الأعراض الجسدية جنبا إلى جنب مع حالة اليأس العاطفية والسلوكية. قد يشتكي هؤلاء الأطفال من آلام عامة مثل الصداع وآلام في المعدة، وبحسب الإحصائيات يتعرض إلى ما يصل إلى 275 مليون طفل للعنف في المنزل في جميع أنحاء العالم. كيف يؤثر العنف المنزلي على عالم الأطفال؟ ما نوع العلاقة التي يحتاجها الأطفال في سنواتهم الأولى؟ هل العنف المنزلي أثر على حياة الأطفال ونموهم؟ ما أهمية إنهاء العنف المنزلي في البيت؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر الهاتف الأخصائية النفسية ومستشارة قسم حماية الطفل في منظمة بلان العالمية مسجين علخدو. مساء الخير سيدي مسجين. بخير. أهلا. نشأ العديد من الأطفال في سوريا وهم يشهدون العنف والصراع في المجتمع بسبب الحالة التي تمر بها البلاد من أزمة وحرب، لكن البعض أيضا يشهد عنفا في المنزل. كيف يمكن لهذا العنف أن يؤثر عليهم أي الأطفال؟ تمام. بالبداية مساء الخير. تاني شيء أنا حابة بداية أحكي عن موضوع، أول شيء تعريف صغير للعنف. العنف هو أي سلوك بيمارسه أي شخص تجاه شخص ثاني بهدف إيذاء. هذا الإيذاء ممكن يكون لفظي، ممكن يكون جسدي. بوجهه ممكن الأب للأم، ممكن الأب للأولاد، أو الأم للأب. بكتير علاقات بالمجتمع بتصير. حنحكي بداية عن الشيء تفضلتي فيه حضرتك، اللي هو إنه العنف اللي يوجه تجاه المرأة بالذات والأطفال. نعم. أكيد تأثير كتير كبير. للأسف نحن عنا العنف هو كمفهوم وعادات وتقاليد نوع من أنواع التربية، أو يمكن يكون التربية الوحيدة. الأهل بيشوفوا إنه أنا بربي الأولاد عن طريق العنف. في المدرسة كمان عنا العنف اللي الأستاذ بيشوف إنه الطالب مستحيل يستوعب، مستحيل يفهم بدون العقاب أو العنف، سواء اللفظي أو الجسدي أحيانا. وحتى بالمنزل ممكن كمان الأم أي سلوك بيقوم في الطفل الأم ما بتتقبله أو المجتمع ما بيتقبله، بتتجه أبدا للعنف.
إنها تضربه، تحبسه، تحرمه من الشغلات اللي هو بده إياها. فللأسف هو عنا أسلوب من أساليب التربية اللي نحن نتبعها بالمجتمع. للأسف طبعا مثل ما تفضلتي بالحرب زاد هذا الشيء، لأنه زادت الضغوطات وبالتالي زاد الموضوع. نعم. إلى أي درجة يؤثر تعرض المرأة للإجهاد والعنف أثناء الحمل على صحة الجنين؟ هل يمكن أن يولد الطفل مصابا بالتوتر والقلق أو يواجه أي مشاكل في النمو؟ بالطبع. المرأة الحامل بفترة الحمل دائما بتكون عندها حساسية زيادة. أكيد الجنين بعد مرحلة ال3 أشهر بيكون حاسس بكل شيء الأم عم بتحس فيه، بيكون حتى عم بيسمع. حدث دراسات اكتشفت إنه الطفل حتى بعمر بعد 3 أشهر، يعني بعد كمال الجنين، بيقدر يسمع شو عم بيصير حواليه داخل بطن الأم. فبالتأكيد أي عنف هي عم تتعرض له أو أي مجهود نفسي، هذا الطفل رح يتأثر وبالتالي كمان يأثر عليه. ولذلك هو مثلا خلينا بأوروبا كتير بيركزوا على فكرة إنه الأم تكون بجو هادئ عشان يطلع الطفل هادئ. وبالتالي وهذا كلام مزبوط تماما، من خلال إنه هن في تجارب عملوها إنه سمعوا الطفل موسيقى هو كان بفترة الحمل، بعد ما ولد فالطفل صار يتأثر بنفس الموسيقى لأنه هو بيعرفها. فأكيد أي شيء صغير بيأثر بهذا الطفل حتى لو كان جنين بمراحله الأولى. نعم. في حال تعرض المرأة للإجهاد والعنف أثناء الحمل، شو بيصير مع الجنين؟ الجنين خلينا نقول بداية بتأثر، بيصير في ممكن يعني حالات، حتى ممكن يكون في بعض شو بدي أقول يعني الاختلالات. ممكن يصير مع المرأة صعوبات بالولادة. ممكن هذا الطفل بعد ما يولد كمان، لأنه إذا ما تغيرت الظروف وضل بنفس هذا الجو أكيد رح يأثر عليه كمان، رح تستمر ورح تزيد، لأنه هو بالأساس صار في عنده شو بدي أقول يعني هيك قاعدة أساسية سيئة أو ما لا مزبوطة. فإذا اكتمل هذا الشيء ينتج طفل غير سليم نفسيا على الأقل. نعم. ما نوع العلاقة التي يحتاجها الأطفال أثناء سنواتهم الأولى؟ في شيء دائما بيقولوه بالتربية إنه ال5 سنوات الأولى بحياة الطفل هي اللي بتحدد بقية حياته، لأنها هي التربية الأساسية للطفل. ولذلك أغلب الصينيين واليابانيين بيركزوا كتير على ال5 سنوات الأولى بحياة الطفل، سواء يعلمون النظام، التنظيم، كتير عادات حياة يكتسبها الطفل بهال5 سنوات. لذلك لما الطفل بيكون بأول 5 سنوات عم بيشوف العنف أو عم يتعرض له، رح يضل محافظ فيه بذاكرته مع الأيام على هذا العنف، رح يصير يشوفه شيء طبيعي وبالتالي هو كمان يمارسه على غيره. نعم. العنف بشكل عام لها عواقب وآثار كبيرة، ولا سيما العنف المنزلي على الأطفال. شو هو هالآثار؟ الآثار خليني أقول بتبلش آثار بعيد قصيرة المدى، يعني آثار حالية وآثار بعيدة. نعم. آثار جسدية وآثار نفسية. إذا كان الطفل عم بيتعرض للضرب من نفترض كده رح يصير في عنده كدمات. أحيانا مثل ما عم نسمع هلا بالإعلام كتير أطفال عم بيتعرضوا لضرب مبرح، أحيانا عم بيؤدي فيهم لموت، أحيانا لحبس الأهل لأنه عم بيكتشفوا في تعذيب، أنواع من التعذيب عم تتمارس على الأطفال. أكيد رح يطلع عنا طفل قلق، طفل ما له سوي بالدراسة، ما له قدر يكون ناجح بدراسته لأنه في عنده تعنيف بالبيت. أكيد رح يصير في عنا أطفال خجولين، أكيد رح يصير في عنا أطفال ما لهم قدر غير واقفين بحالهم بنفسهم. وكمان على المستوى البعيد إنه الطفل ما مثل ما قلت إنه ما حيكون في عنده ثقة بنفسه، ما حيكون في عنده قدرة إنه يواجه المجتمع، إنه يكون قوي لما حدا مثلا بيعتدي عليه خارج المنزل رح يقدر يرد عليه بالطريقة المناسبة. نعم. هاي آثار نفسية على الطفل. يا ترى الأعراض الجسدية بيصير معه ألم ووجع في المعدة، مشاكل في التبول؟ أكيد طبعا. نعم. أكيد الأعراض الجسدية بتكون كثيرة. أنا بشوفها أغلب الأولاد، خلينا نقول التبول اللا إرادي خصوصا بالفترات الأولى.
أحيانا كتير بنشوف طفل عمره 5 سنين أو 6 سنين لسه في عنده تبول ليلي أو تبول لا إرادي. أحد الأسباب العنف تكون هيك. بيكون في عنده منامات أو كوابيس خلينا نقول كتير سيئة. بيكون في عنده مشاكل مع الأولاد كتير، لأنه هو كمان لما بيروح على المدرسة عم بيطبق هذا العنف على رفقاته، فعم بيصير في مشاكل مع الأولاد الثانيين. نعم، يا ترى يتأثر اجتماعيا الطفل؟ اجتماعيا أكيد. هلا أنا اللي بدي أقول إنه كل طفل بياخذ هذا العنف بطريقة معينة وبيطلع. ولنفترض أسرة معينة فيها عنف، نحن في عندنا 3 أولاد، في طفل بصير هذا العنف عنده حافز لحتى يكون شخص جيد. في طفل بيروح بياخذ هذا العنف وبيطبقه على رفقاته اللي بالمدرسة، وفي طفل يطلع خجول وشخصية مهزوزة. فكل طفل عنده رد فعل معينة. نعم. هلا بما أنه قلت أنه كل طفل له ردة فعل معين، شو الفرق بين الصحة النفسية للطفل العادي والطفل المتعرض للعنف المنزلي؟ كيف تختلف صحتهم النفسية بين الأطفال؟ أكيد نحن لما بنشوف أكيد الطفل السوي أو نعم. الصحة النفسية الكاملة يمكن أحيانا تكون حلم أو شبه ناس يعتقدوا إنه هي ما لها موجودة، بس هي فعليا موجودة. لما بنشوف الطفل قادر يكون سوي، ما في عنده مشاكل اجتماعية مع رفقاته كبيرة خلينا نقول، متأقلم مع دراسته، عم بيقدر يتابع دراسته بطريقة صحية، علاقته مع المدرسين الناس اللي أكبر منه لطيفة، مع كل شيء. يعني في أولاد حتى العنف بيؤدي إنه هن يأذوا أي شيء حواليهم، ممكن يكون مع الحيوانات، مع الأشياء بالبيت، أي شيء. فهذا الفرق لما بيكون الطفل مربى بطريقة غير معنفة، شوفي عم بيكون حساس مع غيره، إنساني أكثر من غيره، بدراسته. يعني ما راح أقول متفوق، بس راح أقول إنه متناسب مع المستوى الدراسي لأي طفل بيعمله تاني. نعم، حكيتي سيدي مسكين أنه الطفل المتعرض للعنف المنزلي بده يأذي كل شيء حواليه. هل تعرض الطفل للعنف أو الاعتداء في فترة الطفولة بيكون ضحية مباشرة للاعتداء الجسدي أو سبب لقيامه بالعنف والتحرش الجنسي في المستقبل؟ أكيد أكيد. ومثل ما تفضلت كلمة، حتى التحرش أحيانا تصنف تحت يعني عالميا أو بالصحة النفسية هو يعتبر أيضا عنف جسدي. عم نحكي عن التحرش الجنسي. أكيد، لأنه هو شخص رح يعتبر هذا الشيء طبيعي. فلما طفل معين بيشوف بالبيت إنه أنا لما بدي أعمل أي غلطة أبوي رح يضربني أو أمي رح تنضرب بالبيت، فأنا رح أشوف هذا الشيء طبيعي لما الولد يكبر ويمارس هذا الشيء على زوجته، على أولاده، على رفقاته بالمدرسة، وبكل الأشكال. وممكن يصير في عنده حقد كمان، يعني ممكن هاي درجة العنف تكبر أكثر وأكثر وأكثر. نعم، رح ناخذ فاصل صغير سيدي مسكين ونرجع. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا متابعي إذاعة بوير FM في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة حول تأثير العنف المنزلي على الأطفال. أهلا وسهلا فيك مرة تانية سيدي مسكين على الخدو. أهلا. كيف يمكن أن يتفاعل بعض الأطفال مع تعرضهم وانكشافهم للعنف في المنزل، وهل ستكون ردود أفعالهم جميعا بنفس الطريقة؟ ذكرتي قبل قليل أنه بعض الأطفال رح يكون ردودهم مختلفة. كمان في نقطة زيادة حابة أقولها. مثل ما الطفل بيختلف عن الطفل الثاني بتقبل العنف، كمان الفتيات غير الصبيان بتعرضهم للعنف. لما نحن
بيتمارس العنف ضد الفتيات بالذات. بيكونوا بما أنهم هن حساسات أكثر، خلينا نقول، أو بيتفاعلوا أكثر مع الموضوع. هذا رح يعطيهم شخصية كتير خجولة، شخصية كتير مهزوزة، خلينا نقول، ما عم تعرف تتعامل مع المجتمع. فالفتيات هن كمان أكثر تأثيرا من الفتيان أو الصبيان بقضية العنف المنزلي. نعم. ما أهمية إنهاء العنف المنزلي في البيت؟ شو أهمية هالعنف إذا انتهى من البيت؟ الأهمية أنه نحن رح نحصل على مجتمع سوي أكثر، لأنه المجتمع هو عبارة عن أسر، وهدول الأسر هي أنا، أسرتي وأسرتك، أسرة الناس التانيين، وكل أسرة فيها أفراد. فأنا لما بلشت من حالي ومن بيتي إنه أقرر من اليوم ورايح أغير أسلوبي مع الأولاد أو مع أطفالي لطريقة صحية أكثر، لطريقة ما فيها عنف أيا كان، سواء إذا كان حتى لفظي. لما بنتخلى عن هذا الشيء رح تشوفي تغيير كتير إيجابي حتى عند الطفل. رح تشوفيه بيحب الدنيا أكتر، بيحبنا أكتر، صار في عنده راحة نفسية أكبر. رح نوصل لأنه هذا الطفل يعبر عن حاله، يكون حر أكثر. نعم. وبالتالي لمجتمع صحي أكثر. نعم. برأيك ما أهمية دور حملات التوعية والمنظمات المدنية في إنهاء العنف المنزلي في البيت؟ أكيد كل حدا مسؤول عن هاي العملية، اللي هن خلينا نقول مثل ما تفضلتي المنظمات، القانون بالدولة وكيف عم يتمارس القانون. شيء كتير مهم. مثل ما مثلا هون موجود بأوروبا، الناس تعرف إنه أي طفل ممكن يبلغ عن حالة عنف أسري، ففي جهات رسمية تجي بتشوف البيت وبتشوف الأهل وتتناقش معاهم، لدرجة ممكن الأهل يصير في عندهم جلسات نفسية، جلسات توعية، لحتى ينهوا هاي الحالة بالعنف. فالدولة والقانون كمان لأي شخص يمارس العنف، لما بيكون في قانون وعقوبة لهذا الشخص فهو رح يتوقف عن هذا الشيء. وأكيد كمان التوعية، لما نحن بنشوف إعلان على التلفزيون أو برنامج معين بيوضح أهمية إنه قديش الطفل عم يكون حزين، وقديش نحن عم نأثر على أولادنا، حتى لو مجرد أنا ضربته كف هو بتأثر. فممكن يبطل يعمل هذا الشيء، لأنه هو ببساطة ممكن الأم أو الأب ما لن عارفانين إنه هذا الشيء غلط، هو عم بيأثر على أولادهم لهي الدرجة الكبيرة. لأنه مثل ما قلت أول شيء ممكن يكونوا مفكرين هذا أسلوب من أساليب التربية، بس بالعكس في دائما أساليب بديلة لهذا العنف. نعم. مزقين، كونك أخصائية نفسية ومستشارة قسم حماية الطفل في منظمة بلان العالمية، يا ترى عندك حالات أطفال تعرضوا للعنف المنزلي وكيف تعاملتي معهم؟ أكيد جدا للأسف، سواء بسوريا أو حتى هون ضمن أوروبا، للناس اللي جايين جديد أو حديثا لأوروبا. لأنه مثل ما قلت لك للأسف نحن عنا يا أسلوب تربية. يعني في كتير أمهات أنا قعدت ناقشتهم بتقلي إنه أنا هيك تربيت، أنا إذا ما ضربت ابني ما بيدرس، أنا إذا ما ضربت ابني ما بيقدر يقعد. طبعا هذا الشيء كتير غلط، كتير ما له صحي. يمكن الأم ما جربت تسمع ابنها، أو ما جربت أسلوب تاني معه. نعم. ما جربت تشوف هذا الطفل شو هو ليش ما عم بيسمع كلمتي مثلا، أو ليش ما عم يدرس، أو حتى عنده مشكلة بيجوز وهي ما عندها خبر، هي بس عم تتعامل معه دائما بالضرب. فالمشكلة عم تكبر وتكبر وهي ما عم تعرف السبب الرئيسي، خليني أقول. نعم. هلا شو كانت أبرز الحالات اللي كانت بسوريا وأبرز الحالات اللي هلا بألمانيا، وشو الفرق بينهم؟ تمام. بصراحة بسوريا كان بخصوصي بفترة 2015 2014 أكيد كان العنف دائما موجود. لما بتسألي الأم أو بتسألي الأب ليش عم تضرب بنتك أو ليش عم تضرب هذا الطفل، بيتحججوا نحن بحرب ووضع ضغط وأنا ما فيني أعمل له شيء. هو بيكون مضغوط برا فبيجي بتفشش بابنه، تمام، لأنه ما عنده شيء تاني يعمله، فهو عم بيفرغ هذا العنف اللي هو عم بتوجه له بطفل. نعم. أكيد التعنيف في سوريا كان أكثر من هون بحالات ألمانيا. ألمانيا كمان بسبب إنه الأهل الجداد هون ما عم بيعرفوا شيء عنده،
كمان في حالة ضياع من نوع تاني. أول مرة جايين على هاي البلاد والبلاد غريبة. والمفاهيم الخاطئة اللي أخذينها بسوريا إنه ما في حل بديل، خلاص هن هيك تعودوا يربوا أولادهم من الصغر، فظلت الحالة معهم لهون لأماي. كمان ضرب؟ كمان ضرب، بس خليني أقول أخف من سوريا، بسبب إنه هن الكل أول ما بيجوا هون بيعرفوا إنه هذا الشيء ممنوع، وإنه في قوانين صارمة خليني أقول. نعم. والآثار النفسية للطفل أو الجسدية يا ترى متشابهين؟ متشابهين، أكيد متشابهين نوعا ما، بس هون بأغلب المدارس وكل الحالات بتشوفي دائما بيعلموا الطفل إنه إذا أنت تعرضت لعنف ضروري بتبلغنا. إذا شافوا أي طفل عليه أي آثار ضرب مثلا ممكن بيعلموه إنه أنت تروح تشتكي. أكيد في اختلاف. أما بسوريا ممكن كتير حالات نشوف مثلا أنت جارتك مثلا تشوفيها عم تضرب أولادها، ما في تقولي لها إنه لا تضربيهم. هذا الاختلاف صراحة. أنا برجع بقول هو القانون، هذا هو الفرق بين هون وهيك. أنا قصدي عن أنه الاثنين بيصيروا معا قلق واكتئاب وخوف. طبعا طبعا أكيد، وحتى النقص بالتحصيل الدراسي مثل ما قلت لك كل هدول. وكمان خليني أقول حالات الإعاقة كمان ممكن اللي عندهم يعني ذوي احتياج خاص كمان بيتعرضوا للعنف بطريقة مو منيحة. كتنمر؟ كمان كتنمر طبعا، ولأنهم بيعتبروهم أضعف، فدائما الشخص اللي عم بيعنف الشخص الثاني فبيعتبره ضعيف، فمن حقي إني أضربه وأعمل فيه اللي بدي إياه وهو ما حقي يقدر يرد عليه. فكمان هذول الفئة معرضين نعم. أكثر للعنف. كيف يمكننا وضع حل لهذه المشكلة؟ وما هي الحلول المناسبة لها؟ خليني أقول الحلول مثل ما من شوي إنه بتبلش من حالنا، لأنه كل شخص يبلش من بيته هو يشوف يغير طريقة تعامله مع أولاده. مثل ما دائما في أسلوب بديل. إذا كان أنا عم أضرب ابني لأنه ما عم بيسمع كلمتي مثلا، ممكن أنا أقعد أناقش ابني ليش ما عم بيسمع كلمتي، يا هل ترى هذا الشيء بيناسبه أو لا. أكيد يعني التعصيب ما بيوصل لنتيجة، والضرب هو ما له حل أبدا، مو آخر الحلول، هو ما له حل نهائيا. أنا فيني أسمعه، فيني أجرب معه مرة واثنين وثلاثة وحل واثنين وثلاثة، بس الضرب ما رح يجيب نتيجة. أنا بتمنى أي شخص يفهم هذا الكلام. الضرب أو إنه أنا أعنفه هذا الشيء رح يرجع لورا، ما رح يقدمه ولا خطوة لقدام. نعم. التوعية بأي مكان، أي شخص بيشوف أي حالة عنف يا ريت يروح يقول له أو يخبر، يعني يخبره إنه هذا مو هو الأسلوب الصح. بداية بالمدارس، إنه يطبق قانون عدم الضرب في المدارس، مو بس يكون مجرد قانون. نعم. سيدي مسكين، شو هي النصائح والإرشادات التي يمكن أن تقترحيها للأهالي للحد من مشكلة العنف المنزلي على الأطفال؟ بداية بدي أقول إنه حتى الأهل اللي عندهم أولاد عمر السنة والسنتين وثلاث سنين يمتنعوا نهائيا عن أسلوب الضرب حتى ياخذوا أي شيء من أولادهم. بتمنى كمان أي شخص عم بيتعامل بعنف حتى مع زوجته قدام أولاده كمان يبطل يعمل هذا الشيء، لأنه الأولاد عم بيتأثروا كثير حتى لو ما كانوا هن عم ياكلوا الضرب، بس هن عم يشوفوا هذا الشيء كثير سيء بالنسبة لهم. مو بالضرب تنحل المسائل نهائيا. نحن فينا نحكي معاهم. دائما بقول إنه الحوار، ودائما في أسلوب بديل، بس أنت وقف عن الضرب، وقف عن إنك تعنف هذا الشخص حتى لفظيا. حتى الكلمات اللي مثلا أنا آسفة يعني كلمات النابية اللي بيقولوها الأهل لأولادهم بيفكروا إنه هي كلمة عادية شو حتأثر فيه، لا هي حتأثر فيه. لما أنت بتقول له أنت فاشل، أنت مالك دارس، أنت ما حيطلع منك شيء، أنت شو حتطلع بحياتك، دول كلمات كلها هو عم بيخزنها براسه وعم بيتأكد إنه هي مزبوطة. نعم. فالحوار إنك أنت دائما تحاول تكون فعليا هيك، وهذا الشيء بيعطي نتيجة.
صدقا بيعطي نتيجة. الحوار والتفاهم مع الطفل. مهم. نعم سيدي مسكين، كلمة أخيرة نختم فيها حلقتنا. الكلمة الأخيرة اللي بيقولها إنه نحن نحاول نكون إحنا برأيي إنه تعرضنا لعنف كافي لكل هاي السنين خلال أزمة الحرب التي لسه كمان انتهت. بكفي نكون عنيفين، بكفي حتى نشتري لأولادنا سلاح لحتى هدية، بكفي نقول للولد إنه اضرب أخوك لحتى شوف مين أقوى. هدول كلمة حياتها. يعني نحاول نحب أولادنا لأنه هم بالأخير ثمرة هاي الحياة، خلينا نقول هذا المجتمع. كل إنسان يبلش من حاله، من عائلته، من الناس اللي حواليه. حتى لو أنا كنت شخص متضايق من برا، من شغلي، من أي شيء، أولادي ما ذنبهم، وزوجتي ما ذنبها، وعائلتي ما ذنبها لحتى فرغ طاقتي فيهم. أنا بتمنى إنه فعليا إحنا خصوصا بمجتمعنا خلينا نقول نقلل هاي الظاهرة كتير، ومع الوقت ما نشوفها أبدا. نعم إن شاء الله. شكرا لك سيدي مسكين على الخدمة. العفو. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة حول تأثير العنف المنزلي على الأطفال. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي عبر الهاتف الأخصائية النفسية ومستشارة قسم حماية الطفل في منظمة بلان العالمية مسكين على الخدو. وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. موعدنا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية دار المرأة في قامشلو والهلال الأحمر الكردي. للمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل أو زيارة دور المرأة والهلال الأحمر الكردي في المدن والبلدات التالية: دار المرأة قامشلو، الحي الغربي، خلف جامع قاسمو، مقابل مدرسة الزهراء. هاتف 426 184. دار المرأة الحسكة، تل حجر، فوق حلويات العمر، مقابل مدرسة عدنان مالكي، شارع الكراج. هاتف 371 115. دار المرأة جركي لقي، شارع البلدية، مقابل الدكتور خليل للأسنان، بجانب مؤسسة نقابة الفلاحين. الهلال الأحمر الكردي، مستوصف قامشلو، جانب مشفى بنك الدم. موبايل 098 164 5879. مستوصف جركي لقي. موبايل 093 59 85 121.